الفنانة وفاء سالم أعلنت من أسبوعين اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، وطلعت في فيديو من ساعات قليلة وكشفت فيه المستور، وقالت أسباب اعتزالها الحقيقية. وفاء الفنانة الرقيقة قالت إنها تعرضت لحاجات مش كويسة في طفولتها، وناس من أهلها انتهكوا طفولتها بقسوة أحضانهم اللي كانت بتوجع جسمها الضعيف. وفاء كملت كلامها وقالت: أكتر حاجة لسه فاكراها لغاية دلوقتي وكانت بتوجعني جدا وعملت جرح في قلبي، لما بعض الأغراب والقرايب كانوا بيقعدوني على حجرهم واحد واحد بقسوة ويبوسوني ودقنهم تشوكني. كان بيحصل معايا حاجات شبه كده لغاية وقت قريب، بيدخلوا لي من مداخل انتفاتات أحلامنا: انت اللي كلك أنوثة وجمال وما حصلتيش. كل ده كان مدخل علشان يوصلوا لحاجة أنا مش عارف أنطقها. تصريحات وفاء كانت صدمة للجمهور، وده لأن اسمها من فترة قصيرة فرض نفسه على الترند في مصر، من بعد ما عملت عمليات تجميل شوهت وشها ورجعت تاني تحاول تصلح فيه علشان ترجع جميل الجميلات جيلها من تاني، لأنها كانت النجمة الوحيدة اللي في أوائل التمانينات تحس إنها مش مصرية، وكتير كانوا فاكرين إنها من أصول ألمانية وبتتكلم عربي مكسر، زي ما شفناها في الفيلم اللي كلنا متعلقين بيه لحد دلوقتي، النمر الأسود، واللي ظهرت فيه وفاء البنت الجميلة اللي جمالها يخطف العقل والقلب، بتقع في حب شاب مصري أسمر وعنده طموح وبيجري وراه. الفيلم ده نقل وفاء في حتة تانية خالص، وهي أتقنت دورها لدرجة إن كتير كانوا حاسين إنها بنت أوروبية بحق وحقيقي. لكن من بعد نجاح الفيلم ده وفاء حياتها كلها عبارة عن ظلم، اتظلمت من المخرجين والمنتجين اللي كانوا بيعرضوا عليها أدوار مشابهة لدور هيلجا البنت الرومانسية فتاة أحلام الكبير والصغير. وفاء كانت شايفة إنها تقدر تقدم للفن أكتر من كده بكتير، لكن الوسط فرض عليها أعمال معينة، وعشان كده اختارت إنها تبعد 20 سنة بالتمام والكمال عن التمثيل بعد فيلم النمر الأسود. ولما كانت بتتسأل من الصحفيين كانت بتقول في حواراتها معاهم إن السبب هو إنها انحازت للأمومة على حساب الفن. ممكن يكون الكل شايف إنها إجابتها غير مقنعة، لأنها على قدر من الموهبة والجمال كانوا من الممكن يخلوها نجمة شباك بين فنانات جيلها، لكن هي فضلت البعد. ومن كام سنة وفاء قررت إنها ترجع من تاني للتمثيل بعد ما ابنها كبر، لكنها ما حققتش نجاح كبير لأن المخرجين والمنتجين حصروها في أدوار صغيرة ما تتناسبش مع موهبتها الكبيرة وإمكانياتها العالية، واتعاملوا معاها على إنها مجرد فنانة سابقة. الجمهور حبها. وفاء اكتئبت فترة بعد رجوعها للفن، وحست إن شكلها وسنها الكبير أثروا عليها وهيحصروها في أدوار معينة، وعشان كده قررت إنها تتجه لعمليات التجميل، وشافت إنه الحل الوحيد عشان ترجع من تاني فتاة أحلام المصريين. لكن القرار ما كانش في صالحها أبدا، ووقعت بين مخالب مافيا التجميل ووشها اللي كانت الناس بتحبه تشوه، وحاولت بكل الطرق إنها ترجع ملامحها الطفولية من تاني وتصحى من الكابوس المزعج اللي عاشته في العمليات دي. ونجحت من تاني إنها تعمل دور، وفي يوم صحي الناس على صورها المنتشرة في كل مكان بالشكل اللي اتعرفت بيه من أكتر من 35 سنة. وما يعديش أيام على المفاجأة دي إلا ووفاء تقرر إنها تفجر مفاجأة أكبر بقرارها الاعتزال لأسباب نفسية ومشاكل حصلت لها في طفولتها.